حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مره بتشوفوني انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى هنعمل كده شويه ليمون مخلل، ليمون معصفر. قبل رمضان هتعمليه وهتاكليه، هيستوي في اسبوع ممكن اقل كمان، 5 ايام، وهيبقى معاكي زبده زي ما انتي شايفه بالجمال والحلاوه والشكل ده. ولونه بصي تحفة زي اللي بتشتريه من بره بالظبط. لون الليمون مش هيغير معاكي، اصفر زي ما انت شايفة، ومحشي بحشوة بقى العصفر والجزر، وخلطة كده هقولك عليها دلوقتي وتابعيني وهتشوفي الجمال ده عملناه ازاي. يلا بس الأول نصلي ونسلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونشوف المقادير والطريقة بتاعت أحلى ليمون معصفر هتعمليه في البيت عندك زي المحلات بالظبط وأحلى كمان. يلا بقى نشوف المقادير والطريقة مع بعض. اول حاجة عندي الليمون، اشتريه يكون ليمون اصفر زي ما انت شايفة. اجيب الليمون الاصفر اللي حجمه كبير، اللي قشرته ناعمة شوية علشان اخد احسن نتيجة. طيب بعد كده بعمل ايه بقى؟ باخد الليمون بتاعي زي ما انت شايفة معايا كده، واحطه بقى في طبق كبير كده واغمره بالمية، واكرر الموضوع ده بقى كذا مرة خلال اليوم، يعني اغير عليه المية دي كذا مرة لمدة يومين او 3 ايام، علشان اتخلص من المرارة اللي موجودة في الليمون، عشان الليمون بتاعي يبقى حلو ومفهوش اي مرارة. اسيبه في المية كده، وبعدين شوية 3 4 ساعات واروح مغيرة المية دي، وبعد كده 3 4 ساعات تاني واغيرها تاني، علشان اضمن ان الليمون بتاعي يبقى مفهوش اي مرارة خالص. وبعد كده ابدأ بقى اشتغل فيه. بجهز بقى الخلطة الرهيبة اللي هحشي بيها الليمون. عندي جزرتين كبار بشراهم مبشورين، وعندي قرن فلفل احمر كبير رومي، وقرنين من الفلفل الاحمر الحامي ضربتهم في الكبة. وعندي كمان قرنين فلفل حامي برضو من الاخضر ضربتهم في الكبة. لو انتي مش بتحبي الحامي تقدري بدل ما تحطي فلفل احمر الحامي، هتحطي بدل ما واحدة فلفل رومي هتحطي 2 فلفل من الاحمر الرومي الكبير. بيدي تسكيرة كده وطعم حلو جدا جدا لليمون اللي معايا، وبيخلي المرارة بتاعة الليمون تقل معايا، لان الجزر مسكر، الفلفل الاحمر بيبقى فيه تسكيرة كده، فبيديني كده ميكس حلو قوي 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 مع بعض. كمان بقى الاساسي معايا في حشوة الليمون العصفر وحبة البركة. العصفر بيبقى ضعف حبة البركة. ليه؟ علشان حبة البركة ما تغمقليش الليمون بتاعي، ما يبقاش ليه اللون غامق. حبة البركة بتنزل اللون الاسود بتاعها فبتغمق لي الليمون شوية، فبقلل الكمية بتاعتها. يعني لو انا حاطة 3 معالق كبار حبة البركة، بحط قصادهم 6 معالق كبار من العصفر. المقادير دي انا عملت بيها 4 كيلو من الليمون. طبعا لو انت الليمون بتاعك اقل من كده بتقللي في الكميات. وكمان عندي ربع، يعني اقل من ربع معلقة بودرة زعفران. هقولك هنعمل بيها ايه دلوقتي واحنا شغالين. بعد كده باخد الليمون بتاعي وبسلقه، بعد طبعا ما نقعته في المية زي ما قلت لكم، وبشطفه كويس. وبعد كده باخده بقى بنزله في مية تكون بتغلي زي ما انت شايفة كده، واسيبه لمدة 10 دقايق. ده لو انا عايزة اكل منه بسرعة، يعني 5 ايام بكتير واسبوع ويتاكل المخلل. لو عايزاه يطول معاكي او ياخد مدة اطول من كده، يا دوب بتسلقيه سلقة خفيفة قوي، يعني بتنزليه 3 4 دقايق وبتطلعيه. اعرف منين ان الليمون كده خلاص معايا جاهز؟ زي ما انت شايفة فتح معايا بالشكل ده، هتلاقي الليمون فتح معاكي كده، يبقى كده خلاص الليمون استوى وجاهز ان انا اشتغل فيه. اطلع بقى الليمون بتاعي من المية السخنة كده، وبعد كده ارجع اديله شطفة تاني سريعة كده علشان انزل منه لو اي مرارة، واتأكد ان مفيش مرارة في الليمون بتاعي خالص. شطفة سريعة كده واسيبه بقى يهدى من الحرارة ويبرد خالص. وبعد على ما يبرد بقى الليمون معايا اخلط بقى الحشوة اللي هحشي بيها الليمون. هخلط بقى الجزر المبشور، هجيب بولة واحط فيها الجزر واحط العصفر، وكمان الفلفل الاحمر الرومي والفلفل الحراق والفلفل تاني الاخضر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان حبة البركة كده بنزل بيها. وبعد كده كمان هضيف الملح، لازم اضيف ملح للحشوة دي اللي هحشي بيها الليمون. هضيف معايا معلقتين كبار مليانين من الملح. وبعد كده بقى بقلب الكلام ده كله كده مع بعضه،
واخلطه كويس جدا 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 علشان يبقى جاهز معايا كده واحشي بيه الليمون. بعد كده بقى بجيب الليمون بتاعي وابدأ بقى افتحه علشان خاطر احشيه. بجيب الليمون وامسكه كده من فوق واقطعه زي كده 4 بالشكل ده من غير ما اجي على الجزء اللي تحت. يعني الليمونة تبقى متقطعة بس ماسكة الجزء اللي تحت كله ماسك في بعضه، ما بنزلش يعني بالسكينة للآخر. بالشكل ده اكمل اعمل كمية الليمون اللي معايا زي ما انت شايفة كده، بقطعها زي علامة، بعمل زي علامة الزائد كده، بس ما بكملش للاخر، بتفضل الليمونة ماسكة نفسها. وابدأ بقى احشي بالخلطة اللي معايا دي بقى الليمون بالشكل ده زي ما انت شايفة معايا كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بعد كده بقى هبدأ اجيب البرطمان بتاعي اللي هحط فيه الليمون، طبعا يكون من نظيف ومتعقم. بنزل بقى بجزء من الخلطة بتاعتي كده في البرطمان، وبعد كده بقى بنزل بالليمون اللي انا حشيته كله بالشكل ده زي ما انت شايفة معايا لغاية ما بخلص كل الكمية، واخلي الليمون كله كده يبقى جنب بعضه، ازنقه يعني في بعضه كده علشان اضمن احسن نتيجة. هجهز بقى المحلول، المية اللي هضيفه على الليمون. انا هنا عندي لتر من المية، هضيف عليه معلقتين كبار مليانين من الملح. يعني انا كده عندي 4 معالق كبار مليانين من الملح، معلقتين حطيتهم في الليمون في الخلطة يعني، ومعلقتين كمان حطيتهم في المية. يبقى أنا هنا عندي الليمون بياخد لكل لتر مية 4 معالق من الملح. حطيت 2 في الخلطة و2 في المية. بعد كده عندي معلقتين كبار من الخل، ده هيسرع لي تسوية الليمون. وكمان حطيت وانا بقطع في الليمون نزلت المية بتاعت الليمون معايا، فحطيت كمان المية اللي نزلت من الليمون دي حوالي نص كوباية من الليمون، عصير الليمون يعني. وعندي بقى بودرة الزعفران اللي قلت لكم عليها، ودي بقى السر في الليمون بتاعي. زي ما انت شايفة كده انا حطيت جزء صغير كده على طرف المعلقة ونزلت بيه في المية دي، خلت لي المية لونها اصفر زي ما انت شايفة كده. فاللون الاصفر ده هيخلي لي الليمون بتاعي لونه ما يغيرش خالص. بودرة الزعفران رخيصة جدا، بتتباع عند اي عطار. هتجيبي يعني اقل من 5 جنيه، يعني هتجيبي حتة صغيرة زي ما انت شفتي كده، هتعمل لك اللون الحلو ده، وهتخلي لك الليمون لونه زي ما هو كده، زي ما بتشتريه من المحلات بالظبط، مش هيغير خالص. وبعد كده بنزل بقى بالمحلول ده زي ما انت شفتي كده على الليمون لغاية ما بغطي الليمون خالص بالمية دي. وبعد كده بضيف زيت على وش البرطمان علشان يحميلي الليمون بتاعي، بحيث ان ما يدخلش اي بكتيريا فيه، ويفضل محافظ على شكله وعلى طعمه وكل حاجة، ما يعملش بقى لون ابيض على الوش ولا اي حاجة. الزيت ده بيخلي يكتم لي الهواء بحيث ان هو ما يدخليش للبرطمان بتاعي. واغطي عليه بقى واسيبه و5 ايام كده، اسبوع، وافتح عليه وهتلاقيه بالجمال ده زي ما انت شايفة. يعني بجد زبدة يا جماعة، الليمون زبدة. بصي دايب وطعمه في منتهى الجمال، وصدقيني كفاية ان انت عاملاه في البيت وضامنة جودته ونظافته، ويعني حاجة كده حلوة جدا. ولا الصوص ده بقى بيبقى خطير، طلعي كده الليمون شايفة شكله في الطبق يعني بجد بيضحك يعني. الخلطة طعمها حلو قوي، تحطي منها بقى كده على الليمون، يعني حاجة جميلة كده على سفرتك في رمضان. وصدقيني انضف واوفر ما بتشتريه من بره بكتير جدا جدا، كفايه ان انت عاملاه بايدك في البيت وضامنه نظافته. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناه. وهستنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم، لان بجد رايكم بيهمني جدا وبيفرق معايا جدا جدا. ولو عايزين اي وصفه قولولي في التعليقات وان شاء الله هعملها لكم. ويلا باي باي، ونتقابل في فيديوهات جايه كتير مع بعض ان شاء الله. يلا باي باي.